ننتظر هذا المؤتمر الذي بصدد أن يبدأ بين كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والمستشار الأمريكي جاريد كوشنر. لنستمع. جارد والأصدقاء الأعزاء، هذه فرصة إضافية وسأبدأ باللغة العبرية. سأقول باللغة الإنجليزية. نحن ننطلق مجددا. عملنا صعبا من أجل منع الانتخابات لا حاجة لها، وتوصلنا إلى تفاهمات مع حزب كحول لبان. هذه التفاهمات هي تفاهمات مطمئنة، كانت ستمنحنا الفرصة أن نتفادى الانتخابات، ولكن بسبب ضغوط داخلية قرر بيني غانتس أن يتراجع، وهذا يجر إسرائيل إلى انتخابات لا طائل بها، انتخابات في أوج أزمة كورونا. الإصرار هنا هو أن نسمح لوزير العدل نيسانكورن بالانقلاب الحكومي الذي يقوم به بشكل لا يتماشى مع الاتفاقيات الائتلافية. نحن لا يمكن أن نسمح لليسار أن يدمر ديمقراطيتنا، وهذا يؤسفني، لأنه بدلا من أن نتيح الفرصة لحكومة مستقرة تعمل من أجل المواطنين وتعمل من خلال التجانس، الإصرار هنا هو الإبقاء على الوضع القائم، أي حكومة داخل الحكومة. هنا هذه محاولة من كحول لبان لإنقاذ بعض الأقوال بظل فشلهم في استطلاعات الرأي. نحن لا نريد الانتخابات، لذلك كنا مستعدون اليوم أن نصوت على قانون يؤجل الانتخابات، ولكن إذا ما فرضت علينا الانتخابات فنحن سنفوز بها لسبب بسيط، لأن الجميع يرى إنجازاتنا. ملايين اللقاحات التي نجلبها لمواطني دولة إسرائيل، الأمر الذي يحول إسرائيل ليست الدولة الرائدة ولكن إحدى الدول الرائدة في العالم، الأولى ربما في العالم من ناحية الحصول على اللقاحات لمواطنيها. جلبنا مع صديقنا جاريد كوشنر وبمساعدة رئيس ترامب 4 اتفاقيات سلام خلال 4 أشهر، ونحن نقف بصرامة أمام إيران. نحن نتعاون التقيت مع الكثير من الأشخاص من دول مختلفة حاولت دفع السلام في الشرق الأوسط. البعض تم تعيينهم من حكومات، والبعض تم تعيينهم من قبل مؤسسات دولية، والبعض تم تعيينهم من قبل أنفسهم، وكان للجميع نوايا حسنة، أرادوا أن يصلوا إلى الإنجاز، ولكن كل وفعليا President Trump's Abraham Peace Initiative has already created a whole series of breakthroughs: peace with the United Arab Emirates, peace with Bahrain, peace with Sudan. توصلنا إلى الاتفاق مع الإمارات والبحرين والسودان، والآن مع المغرب. هذه 4 اتفاقيات سلام خلال 4 أشهر، وأتوقع أن تكون هناك المزيد من الاتفاقيات إذا ما سرنا بهذه السياسة، هذا من خلال تعزيز القيادة الأمريكية في الشرق الأوسط. وأنا أعتقد جارد أنكم رسختم موقف أمريكا في المنطقة، بالإضافة إلى السلام بيننا وبين الدول العربية، بين إسرائيل وبين الدول العربية. أنتم تلعبون دورا أساسيا في مبادرة السلام لرئيس ترامب، وهي المبادرة الواقعية الوحيدة للسلام التي ترعى مصالح إسرائيل في الأمن القومي
والمصالح الأخرى. لكل هذه الإنجازات واتفاقيات إبراهيم يمكن لكم أن تكونوا فخورون بإنجازاتكم في التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والدول الإسلامية ومن أجل السلام في الشرق الأوسط. أنا أريد أن أشكر الرئيس ترامب من أجل دعمه الصلب ومن أجل كل ما قام به لصالح دولة إسرائيل. نحن جميعنا مدينين له، مدينين لنشاطه الكبير ولمبادراته الكبيرة، ونحن نعتقد أن هذه الإنجازات واتفاقيات السلام هذه تعود بالفضل له. أشكرك جيرد وأشكركم جميعا على مساعدتنا في هذه الجهود الهائلة، ولن ننسى هذا أبدا. شكرا لكم، شكرا لكم جميعا. Mark, can you read this? Somebody? أتستطيعون أن تقرأوا؟ It says, in recognition of مكتوب Jared هنا Kushner, senior advisor to the President of the United States. هذه الهدية ممنوحة إلى المستشار الكبير لرئيس الولايات المتحدة جيرد كوشنر على مساهمته التاريخية لاتفاقيات إبراهيم، اتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية والدول الإسلامية وللسلام في المنطقة. Thank you very much, Mr. Prime Minister. شكرا سيد رئيس الوزراء، Really thank you وأنا أشكرك على استقبالك الدافع في السنوات الأخيرة وعملنا سويا من أجل مواجهة تحديات معقدة. وأنا كنت قبل أن أدخل إلى عملي الحكومي كنت أعرفك، ولكن من خلال عملي الحكومي تعرفت عليك كبيرا، وهذا كان شرفا كبيرا لي على هذه التجربة المشتركة التي خضناها سويا. واستطعنا أن ننشئ أرضية لجلب مزيد من التطور لإسرائيل وللعالم. وأنا أعتقد أنه بالإضافة إلى المشاعر النتائج هي المهمة، وأن أعتقد أن سويا أنجزنا إنجازات تاريخية. سويا استطعنا أن نركز على إقناع على ترسيخ المصالح المشتركة بين دولتينا، وواجهنا المشاكل واستفدنا من المنطق المشترك وتبنينا النظرة البراغماتية تجاه التحديات التي انتظرت لسنوات طويلة. من خلال العمل بشكل مختلف خلقنا فرص جديدة، ونحن نرى هذه الفرص. العمل معك الرئيس ترامب اتخذ المخاطر التي رفض أن يأخذها رؤساء آخرون، وأخذ الرئيس مبادرات اعتقد البعض أنه كان لا يجب أن يتخذها من أجل بناء شرق أوسط جديد، ونحن نرى هذا الأمر يتحقق بشكل شبه يومي. الرئيس ترامب قال أن اتفاقيات السلام هذه تبدو وكأنها لم تكن صعبة، ولكنها كانت صعبة وصارت الكثير من الوقت. عمل يومي وجهد يومي استمر لوقت طويل. غدا سنكون فخورون بتعزيز اتفاقيات إبراهيم من خلال الرحلة الجوية الأولى من إسرائيل إلى المغرب. وهنا أن أريد أن أشكر صديقي الملك محمد السادس الذي يمنح شمال أفريقيا والشرق الأوسط فرصة جديدة. من خلال هذا التقدم في الشرق الأوسط آمل أن تركز الدول على المصالح المشتركة من أجل مصالح مواطنيها، بدلا من التقيد بأفكار قديمة مسبقة. المعاداة السامية وعزل إسرائيل نتج عنها سلوك مدمر أضر بالعالم لسنوات طويلة. كل الشعوب بغض النظر عن المذاهب تؤمن بالسلام والازدهار الاقتصادي، وهذا ما يهم الناس. الخبراء كانوا لسنوات طويلة ركزوا على العناصر الذهنية والفلسفية، ولكن نحن وضعنا أمامنا الأهداف المشتركة من خلق
من أجل خلق وضع مربح للجميع، ونتجت فرص هائلة من أجل إسرائيل والشرق الأوسط والعالم بأسره. أنا أريد أن أستغل هذه الفرصة من أجل أن أشكر رئيس الوزراء نتنياهو وطاقمه الكامل، وأريد أن أذكر الرئيس دريمر السفير دريمر سفير إسرائيل في واشنطن الذي مثل شعب إسرائيل، ومير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الذي عملنا سويا، وكافة أعضاء الطاقم المسؤولين الإسرائيليين الذين عملت معهم. وأنا أريد أن أشكركم على صداقتكم وشراكتكم الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. أنتم أظهرتم أن إسرائيل مستعدة لحلول وسط من أجل السلام ومن خلال عدم التنازل على أمنها. استغرق مزيد من الوقت من أجل التعرف على احتياجات إسرائيل الأمنية، ورئيس الوزراء اتخذ قرارات تكمن بالتنازل من أجل الوصول إلى سلام قائم. يجب الحفاظ على الأمن وحرية العبادة والفرص المتساوية من أجل الازدهار والفرص الاقتصادية. كان الأمر معقد حينما بدأنا، لأن الجميع اصطدم بطريقة التفكير النمطية والتقليدية، واليوم أنا أكثر على قناعة أن ما قمنا به هو المفتاح للنجاح وللنجاح في المستقبل. أريد أن أعبر عن حبي إلى شعب إسرائيل الرائع، وأقول لهم أنني على ثقة أن مستقبلكم سيبقى يكون مزدهرا. أنا أريد أن أنهي بالقول أن هناك اختراقات جديدة. السلام في الشرق الأوسط هي مهمة قاسية، سيكون ممكن فقط بدعم من الرب. الشرق الأوسط هو منطقة مليء بالتاريخ، تاريخ الانتصارات والهزائم منذ الزمن التوراتي وحتى اليوم. في صلواتي أنا أقول لنصنع السلام، والرب امنح هذه المنطقة، امنحنا السلام والمحبة لشعب إسرائيل وللجميع، لنستمر بتقدير إنجازات ومعجزات الرب، ولنجعل هذا العالم مكانا أفضل. One unscripted comment. I just came from a meeting with the foreign minister of Portugal, Silva. أن أقتبس وزير خارجية البرتغال. تحدثنا عن الشرق الأوسط، سأل ماذا يحدث كل هذه التغييرات. تحدثنا عن المصالح المشتركة ورغبتنا بصد سياسات إيران العدوانية، وتحدثنا عن الدور الكبير للرئيس ترامب وتحريك الاقتصاد عبر هذه الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات تجعل الحياة أفضل. وقلت لوزير الخارجية البرتغالي 50,000 إسرائيلي توجهوا إلى دبي، وما يحدث هناك هي ثورة، لأنه تم احتضانهم من قبل الإماراتيين، ونحن نحتضن الإماراتيين، نستقبلهم في تل أبيب وفي القدس، والجميع يحتضنونهم. والأمر ذاته سيحدث في الرباط وفي الدار البيضاء. صحيح أن الإسرائيليين توجهوا إلى المغرب قبل ذلك، ولكن عبر الطائرات المباشرة سيكون الأمر مختلفا. قلت أن هناك عنصر إضافي لا يفهمه الكثير من الناس. سترون ما أقول وما أرى، أن هذا السلام بين اليهود وبين العرب خارج إسرائيل يخلق أجواء إيجابية أفضل بين العرب واليهود داخل إسرائيل، وهذا يثبت أنه يمكن أن نحصل على سلام وأمل وازدهار، وأريد أن أشكرك من أجل هذا. شكرا لكم جميعا. Now we can't have dinner, but we can have a cup of coffee.
نعم، إذا كان هذا المؤتمر الصحفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمستشار الأمريكي جاريد كوشنر، والذي بدأ بالحديث عن اضطرار إسرائيل لتوجه لانتخابات جديدة بسبب ما سماه نتنياهو فشل التفاهمات مع حزب كحول لافان الشريك في الائتلاف الحاكم. وتحدث أيضا عن هذه الاتفاقيات بين إسرائيل والمغرب والآمال بالتوصل إلى المزيد من الاتفاقيات وتوقع بالتوصل إلى مزيد من الاتفاقيات مع دول عربية أخرى. وأيضا كوشنر كان قد وجه شكره لنتنياهو بسبب ما قال أنه قبل التنازلات وحلول وسط. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية الخاصة. شكرا لطيب المتابعة.